كده انا دلوقتي متخرج من بعد ما درست هناك في جامعة تكساس وفي جامعة اوكسفورد، وخدت الحمد لله اكتر من زمالة في جامعات تانية. ولكن اما جيت هنا في مصر الموضوع مش علمي وبس. يعني انا لما كنت مثلا في تكساس انت بتتعلم وبتدرس، بس حياتك كلها مش انك تروح الكلية وترجع تذاكر او تشتغل. لا، في حياة اجتماعية، في حياة أسرية. أولا مفيش أسرة هناك، الأب مفيش انتماء بينه وبين ابنه، مفيش حياة اجتماعية، الناس بتشتغل بس ليل نهار، مفيش حد بيحب التاني. ما تقدرش تمشي في الشارع وتقول له الله يخليك الشارع الفلاني ده فين. لو عطشت في الشارع ما تقولش لواحد ممكن بس بق ميه، ممكن كان يو هيلب مي، ممكن تشيل معايا دي. لا، كل حاجة بفلوس، كل حاجة ليها ثمن، حتى بق الميه ليه ثمن. أنا أظن أول مرة سافرت دولة أجنبية من كتر التعب عشان مش قادر أشيل الشنط، كنت رفيع يمكن عن كده شوية، الشنط وقعت مني في وسط الشارع، شارع رئيسي زي شارع رمسيس كده عندنا، والناس بتفاديني ومعديه من حواليا. يا عم طب شيل معايا عشان الشارع يمشي، مش عشان انا ولا حد سائل فيك. يا عم طيب الله يخليك بس شويه ميه. يعني يمكن كانت والدتي مدياني شويه بلح، قالت لي البلح فيه طاقه، الظاهر هناك البلح قليل، فكنت اللي اديله بلح اكن اديته مثلا دولار ولا حاجه، يقول لك طب خد بدلها ميه. كان نظام مقايضه. لكن ان حد يعمل فيك حاجه لوجه الله مفيش حد يساعدك. ده انت لو واحده ست عجوزه واقفه في مطره زي بتاعت دلوقتي وفاضل على تذكره الاتوبيس شلن مش هيركبها. ده انا مره اظن جيت اعمل لواحده كان معايا زي تذكره اشتراك كده، فبيقول لي انت ليه تدفع لها؟ انا كده اعمل معاك مشكله، كل واحد لوحده. قلت له يا اخي وانت مالك، انا هساعدها لله. وده عشان فعلا كده اللي حصل. عشان كده كنت بتقول البلد دي احسن من غيرها قبل اه ما نطلع اه على طبعا الهواء. طبعا، كفايه الامان بقى. يعني انا يتهيألي مثلا في بلد، كنت قاعد في بلد في تكساس اسمها جالفستون، دي حته جميله وسياحيه، المفروض تكون امن مكان غالبا في اخر حته كده في الولايه. لو اقول لك كل يوم وانا نازل مثلا اصلي ولا رايح الكليه اشوف 3 4 عربيات بوليس، وكل عربيه ماسكه واحد وخبطها العربيه. انا يتهيألي على اخر ما مشيت البلد كلها بقت في السجن، كل شويه يمسكوا واحد. ايه يا جماعه في ايه؟ طب فين الامان ده؟ انا مش عارف امشي، ده بعد الساعه 6 لو مشيت هتتمسك. طب بس انت عكس الصورة دي شايفها موجودة في الشارع المصري النهاردة، ولا والله هي صورة افضل شوية؟ لا، والله لا، والله في مصر يمكن اخف. يعني انا يمكن في مصر حصل مره ان انا انا قصدي انه العكس تماما منها، يعني قصدي هل الشارع المصري في بقى كل المميزات الحلوة اللي عكس كل المساوئ اللي انت ذكرتها؟ بص يعني على في الاقل امان، في بشاشة، اه في مساعدة، في تضامن، في ده ماشي كل ده ماشي، موجود في الشارع موجود المصري ولا موجود لا؟ اكتر من بره. يعني نسبيا انت لو قاعده هنا هتقولي والله ده انا مره حصل مشكله ومحدش وقف لي بالعربيه، وقف لي واحد بعد نص ساعه. لما هناك يقف لك واحد بعد نص يوم ساعتها هتقولي هنا احسن. فالموضوع نسبي. هنا لو واحد مثلا شاف واحد وقع من طوله في الشارع، ست كبيره مثلا، ممكن اقف لها بالعربيه اركبها. في حتى لو حرامي. يعني انا جه مره حرامي يسرقني، فبيقول لي لو سمحت بس فين الاتوبيس الفلاني، فبقول له حضرتك انا حاسس انه عايز ياخد الفلوس اللي في جيبي، فبقول له في الحته الفلانيه، فبيقول لي طب ما توريني كده. شاور لي يا اخي مش بكلمك مش توصلي. فببص كده لقيته حط ايدي في جيبي، قلت له طب يا راجل بالحلال قول لي وانا اديهم لك، حرام. قال لي يا اخي قعد يعيط وبتاع. قلت له يا عم امشي خد الفلوس يا عم ما قلناش حاجه. فالناس هنا برضو لسه عندها وازع ديني، لسه بيخافوا على بعض، لسه بيحبوا بعض، لسه في امان، لسه في انتماء. وكفايه بر الوالدين هناك. يعني هنا انا بحب امي ولما اقابلها الصبح ابوس ايديها. يعني انا سعيده انه في كل هذا الكم من التفاؤل. طب دكتور رامي، احنا كنا بنتكلم على فكره التجارب السيئه او التجارب الجميله مع الوطن، وقد ايه ده مرتبط بالانتماء. انت جد، انت مش جد، انت حفيد اول رئيس لجمهوريه مصر العربيه، تمام لواء محمد نجيب. تمام. التجربه دي بتعتبر تجربه زودت احساسك بالانتماء ولا لخبطتك شويه في الجزئيه دي؟ لا والله زودته جامد. انا ايه يعني الواحد لما بيقرا زمان، انا يمكن كان واحد من قرايبنا كان مره راح لجدي سنه 53، وبيقول له انا جاي بقى رئيس الجمهوريه ساعتها، انا عايز بقى الصبح وانا هروح بقى في عربيه مخصوص، حاجه برايفت. يعني ده اللي ابوه امين شرطه بيروحه وبيوقف له الشارع. فقال له لا، ده في عداله، انت زيك زي اي مواطن، اتفضل تبات عندي وتصحى الصبح تركب القطر. هو بيقول لي كده. قلت له يا سلام، عشان كده ماشي. هو ايه اللي هيقعده صحيح؟ فطبعا دي بتقوي تحسسك ماشي صحيح. حكايه انك تبقى امير او تبقى وزير او تبقى، دي اكتر منها مسؤوليه، اكتر منها شرف. ولكن يكفي ان انت تحس ان انت مرتاح جوه مكانك، كفايه ان انت بتلاقي ناس يكلموك نفس اللغه، دي ميزه كبيره يعني. جميل. طيب استاذ محمد، العيد في جزء منه انا مصري اللي هي المسابقه،
فخلينا نتكلم عن المسابقة، وخلينا نتكلم بقى عن الهدف العملي لفكرة الاحتفال بعيد الانتماء. تمام. هي المسابقه السنه دي اخترنا 10 زي كده دكتور رامي. يمكن انا سعيد ومعجب بدكتور رامي ومعجب بكلامه ومعجب بافكاره بجد. يعني ما نلاقي مثلا نموذج زي دكتور رامي ده، انت اي واحد في الشارع يفخر ان ده من مصري. احنا كنا بنحاول ندور بقى على نماذج في الشباب كده، نماذج قدرت تنجح في سن صغير. اخترنا مجموعه، طبعا اللي شارك في تنظيم الحفله مجموعه كبيره من الشباب، مش انا لوحدي، انا صاحب الفكره بس عشان انا بعيد عن القاهره ففي كاست كبير شارك في تنظيم الحفله. رئيس القائده بتاعتهم استاذه شيرين ثروت. المسابقه جمعنا كل القصص اللي اتكتبت عن قصص نجاح زي دكتور رامي واستاذه، وجمعناهم في كتاب هينزل قريب ان شاء الله. وهم يعني انتوا هم اللي بيبعتوا، عملتوا اعلان مثلا؟ عملنا اعلان، عملنا الناس جروب، تبعت في عملنا لجنة جروب. تقييم؟ عملنا جروب وابتدينا خلينا الناس تبعت الناس تبعت استماراتها. ابتدينا مثلا لو حد عارف حد يبتدي يتصل بيه، لا انت لازم تقدم. ابتدينا القصص ديت تترجم لقصص، يعني هي كانوا بيبعتوا سؤال وجواب، كانت عامله زي استماره ترشيح، بنحولها لقصه مكتوبه بشكل ادبي. القصه دي بتنزل في البلوج والمدونه، وبعد كده القصص دي كلها اللي كسب واللي ما كسبش هتنزل في كتاب اسمه انا مصري. هو احنا كان شعارنا السنه دي النجاح الشخصي، ان لو كل واحد قدر ينجح مصر كلها تنجح. صحيح. بس صحيح، لو كل واحد عمل لو اللي كل واحد عليه في قدر الحته ينجح. الصغيره بتاعته دي، بجد هنبقى ما فيش بعد يعني لو كده. كل واحد اجتهد في شغله ابتدى يركز في اطاره، كل الناس هتنجح، كل واحد يخليه في حاله بس. طيب. طيب انا وانا يعني بقرا عنكم لقيت انه فبراير، اختيار فبراير له دلاله معينه. اختيار فبراير انا حبينا لما نيجي نعمل العيد ان احنا نربطه برمز من رموز مصر. مصر مليانه رموز جدا، مليانه رموز كتير جدا. احنا اخترنا احمد عرابي. احمد عرابي كان في اليوم دوت هو يوم نفيه من مصر. طبعا المعروف عن احمد عرابي ان هو كان ملقب بحامي حمى مصر، وان هو الانجليز ما قدروا يدخلوا مصر دخلوها بالخيانه، ما قدروش يدخلوها بالمقاومه، وان هو استبسل وعمل اللي يقدر عليه هو وجيشه. دايما في حكايه بحب يعني قلتها وبحبها قوي، ان كان في واحد واقف على مدفع اسمه محمد عبيد. ده كان واقف في اسكندريه، قعد يدافع يضرب بالمدفع لحد ما ساح، انصهر. المدفع انصهر؟ لا هو انصهر، هو نفس الشخص دفاعا ده شهيد مصري ولحد دلوقتي ملوش جثه، بس حكايه مشهوره في التاريخ العسكريه. فتخيلي معركه بالمنظر ده، تخيلي المصريين كان احساسهم ايه في الوقت ده وهم بيدافعوا عن وطنهم. شيء مشرف، شيء نفخر بيه كلنا. طيب احنا هناخد تليفونات وهرجع اسالكم سؤال مهم بيلح عليا. معانا الاستاذ مفتاح من بني سويف، مساء الخير. طيب معانا استاذ علي من الجيزه. الو، مساء الخير يا استاذ علي. ايوه اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور. انا بشكركم يا فندم على البرنامج بتاعكم، وانا كان ليا مداخله بسيطه. اتفضل. اتفضل يا استاذ علي، سامعينك. احنا ليه حاجه بسيطه بس، ان احنا ممكن يبقى في مشاركه في الانتماء بتاعنا في النظافه. الموضوع يعني حاجه جميله طبعا ان احنا بنشترك في. الو، ما حضرتك يا استاذ علي احنا سامعينك المطرة عامله تماما. ايه؟ يعني موضوع النظافه حضرتك. تمام، يعني حضرتك تقصد انه شعورنا بالانتماء ده لازم حاجة يترجم جميلة عملي طبعا. في ان احنا نشارك في ان احنا ننظف على الاقل المنطقه اللي احنا ساكنين فيها. بالظبط. دي وفي حاجه جميله، انا يعني بديها اهداء ليكم. بقول وقفه مصريه، مصري ومصريه، ده انا مصري من زمان، ايام جدودي وجدود جدودي، مسيحي ومسلم متفقين، نشرب سوا ميه النيل، هنهد جبال ونبني الصحراء ونقيد اناديل. هنا اتولدنا، هنا اتربينا، هنا اتعلمنا، هنا مشينا، هنا ضحكنا، هنا بكينا، هنا صلينا. الله اكبر. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ علي. معانا الاستاذ ايمن من القاهره. مساء الخير يا استاذ ايمن. مساء الفل. بقول لحضرتك